أكلة المخشي أو شيخ المحشي أو أبلمة مثل ما كل حدا بسميها في بلاده وفي منطقته. أكلة بتكسر كل حدود بلاد الشام وبتجمعنا كلنا بسبب حبنا لطبخ أكلات اللبن. بيقولوا إنه أصل الأكلة هاي من عهد العثماني بعدين ضلت في بلاد الشام. أول شي رح أعمله على مقلاة ساخن بنزل نص كيلو من لحمة العجل المفرومة ناعم، ويا ريت إنها تكون مدهنة، ضيفوا لها شوية دهنة من دهن الخروف، وبقلبهم كتير منيح لحتى تنشف مية اللحمة. بس تنشف وتتبخر مية اللحمة بنزل عليهم بصلة متوسطة مفرومة ناعم، وبرضه بقلبهم بدون إضافة زيت. بضيف البهارات بعد هيك. بوضح طعمة الفلفل الأسود، برش من الفلفل الأسود كتير، وبرش شوية من جوز الطيب وشوية من الهيل المطحون، وبغطي عليهم لحتى يدبلوا، وبس يدبلوا بضيف لهم الزيت وبقلبهم لحتى ياخدوا قلية بسيطة. بعد هيك بإمكانكم تضيفوا لهم الصنوبر المقلي، يعني تحطوها جوا الحشوة أو تتركوها على وش الطبخة من فوق مثل ما أنا رح أعمل. بترك اللحمة تبرد على جنب وببلش عندي في الكوسة. عندي هون كيلو 200 جرام من الكوسة مغسولين طبعا في البداية، وكل حبة رح أتخلص من القمع تبعها من فوق ومن تحت. بجهز عندي مية جنبي، مي باردة وفيها شوية ملح، وببلش أحفر حبة الكوسة وأحطها جنبي جوا المحلول اللي فيه المي والملح. شوفوا كيف أنا عم بحاول أفرجيكم هون سماكة حبة الكوسة. لا تحاولوا انكم تخلوها خميله ولا كمان كتير رقيقه، لانه رح تمرق معي بمراحل عشان ما تفرط وما تفتح معي وما تتكسر حبه الكوسه. فهي السماكه تعتبر ممتازه، بس انه كمان توسع، يعني يكون فيها كميه ممتازه من اللحمه. فبهالشكل هاي وبهالسماكه هاي بخلص من كل حبه وبحطها جنبي لحتى اخلص كل الحبات. وبالنسبة للب الكوسة احنا بنحتفظ فيه، بنضيف له شوية زيت زيتون وبنقلبه. هلا بنخلص كل الحبات عندي هون، وبعديها بغسلهم كتير منيح. هون بس هذا بشكل توضيحي سريع، اذا كان يعني اللي بتفرج على الفيديو حدا مبتدئ. لما اجي الف حبة الكوسة في البداية باخذ قياس حبة الكوسة بالقطعة اللي رح احفر فيها، وبضل ماسكة ايدي زي ما انتم شايفين، ايدي اليمين ثابتة، وبلف بنفس الاتجاه. ايدي الشمال بتكون لعندي وايدي اليمين بتكون لبرا. بهالطريقه هاي ما بشيل ايدي ولا مره، وبكل سهوله رح تطلع معي لب الكوسه. وبكمل بنفس الطريقه لحتى اوصلها السماكه اللي انا بدي اياها. وبالنسبه لحبات الكوسه رح اغسلهم كتير منيح من جوا وافرغهم وارتبهم بالطول لحتى تنزل منهم كل المي. هلا بعد ما بردت معي الحشوه هون والكوسه صارت جاهزه معي، ببلش هون احشي حبات الكوسه. بحاول اني كل ما احط كميه من اللحمه اني يعني اتاكد اني انا وصلتها لاخر الحبه. بهالطريقه هذه بحاول اني اضغط اللحمه يعني على قد ما بقدر، وبخلي حبه الكوسه من برا نظيفه لاني بعد شوي رح اقليها. بستمر هيك لحتى اخلص كل الحبات. هذا هو الشكل النهائي. شوفوا كيف اللحمة مبينة من فوق عند بداية حبة الكوسة. بعد هيك على زيت غزير وساخن ونار عالية بنزل فيها حبات الكوسة وبقليها لحتى توصل إلى اللون الذهبي. في ناس تتركها فاتحة وناس بتغمقها شوي، أنا بعطيها فوق الوسط بشوي. بالنسبة لي هذا اللون كتير ممتاز. بس أخلص كل حبات الكوسة بنزل عليهم مي سخنة، أو في البداية أنتم بتكونوا مجهزين مي سخنة وبتسقطوا فيها حبات الكوسة وما بنحركها، بس بنحاول ننزلها لتحت لحتى تستوي معي، بالإضافة إلى رشة ملح. وحاولوا أنكم تنكهوها بمكعب مرقة اللحمة أو الدجاج، وبتركها تغلي لحتى توصل إلى مرحلة تقرب تستوي تقريبا 3/4 استواء، وهذا هو شكلها النهائي للكوسة. وهون عندي كيلو ونص من اللبن، أضفت لهم معلقة ونص من النشا كبار، وقلبتهم كتير منيح في البداية بس، وخلطتهم كمان بالهاند بلندر لحتى أضمن إنه يضل اللبن متماسك، وحطيتهم على النار العالية وقلبتهم بنفس الاتجاه لحتى وصل معي اللبن إلى مرحلة الغليان، وصرت أشوف فقاعات الهواء فوق على اللبن. هيك معناها الوضع ممتاز. بنزل عليهم حبات الكوسة حبة حبة. طبعا أهم لقطة عندي هون ما صورت للأسف، بس يعني بسيط الموضوع ما بده كتير شرح. بسقط فيهم حبات الكوسة، بخليهم يكملوا استواهم مع اللبن، وبخففهم في مرقة الكوسة اللي غلينا فيها حبات الكوسة. بتركهم كم غلوة لحتى يستووا تماما. وملاحظة كتير مهمة، انه غلط انه احنا نسكر على اللبن وهو بيطبخ، او حتى نستنى انه حبات الكوسة تستوي، لانه اللبن رح يفرط معاكم مباشرة. فدايما خلوا الغطاء على جنب، ما بنستعمله لما نطبخ الطبخات اللي فيها اللبن. بنقدمها جنب الرز الابيض او الرز بشعيريه، وعلى وشها رشه صنوبر. بما اني انا ما حطيت بالحشوه، بتمنى انكم تجربوها. اكله كتير سريعه، ما بتاخذ وقت كتير، وطيبه بتستحق التجربه. وشكرا.